السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة معانا أكلة قديمة بيحبها كل المصريين، البامية. معرفش إذا كانت موجودة في بلاد عربية تانية ولا لأ. بالنسبة لنا هنا البامية أكلة أساسية في أكلنا المصري. دلوقتي هتشوفوها معايا بأسرار وتكات، يمكن لأول مرة هتعرفيها معايا، وخصوصا البنوتات الصغيرين اللي لسه بادئين حياتهم واللي عايزين يعرفوا أكلنا القديم بيتعمل ازاي. ويلا بينا نشوف الطريقة. معانا هنا بصلة مفرومة ناعم، معاها تومة، على قد ما انت هتعملي البامية، فصين توم 3 مفرومين برضو ناعم، وبندبلهم بس ما بنحمرش البصل، مجرد بس ان احنا بندبل البصل بشوية ملح معانا كمان وشوية فلفل مع اي مادة دهنية بتحطيها. بعد ما البصلة تتدبل معاكي، لو عندك اللحمة نية بتحطيها بقى مع البصل وبتاخديها تشويحة، وبيكون جنبك مية مغلية بتزوديها شوية بشوية لحد ما تدخل في مرحلة السوى اللي انتي عايزاها. وبعدين بنجيب الصلصة بتاعتنا اللي احنا عاملينها مع بعض في القناة. شوفوا يا جماعة الصلصة قد ايه وجودها في البيت مهم، وبيسهل عليكي حبيبتي حاجات كتير جدا، وخصوصا البنوتات الصغيرين اللي لسه بادئين حياتهم. لو عملتوا الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الفيديوهات، ان انت تكوني عامله الصلصه بتاعتك، اللحمه بتاعتك متشوحه زي ما انا نزلت لكم الفيديو ازاي تحتفظي باللحمه وتحفظيها بطريقه صحيه وبقيمتها الغذائيه كامله من غير ما تجمديها في الفريزر وهي نيه. بتطلعيها، بتوفر عليكي وقت وجهد كبير جدا في الاكل بتاعك، وخصوصا ان احنا اكلنا يا جماعه المصريين بنفس طريقه الباميه كده معظم الاكل. هنا ما بزودش ميه كتير قوي، حطيت الصلصة بتاعتي، حطيت اللحمة بتاعتي، كله جاهز عندي، الصلصة جاهزة، اللحمة متشوحة، فممكن اخد لها تقليبة مع البصل زي اللحمة النية، وممكن احطها مع بعد ما احط الصلصة. لو لحمتك لسه نية بتحطيها مع البصل زي ما قلنا في البداية. انا عندي البامية حطيتها، كانت متفرزة عندي في الفريزر، برضو سهلة معايا. بحطها بدلها غلوتين وانا موطية النار مع الصلصة، ما بزودش مية لحد ما تتشرب من الصلصة والبصل والحاجات دي معايا، وبعد كده بغطيها، وبعد كده بزودها مية زي ما انا عايزة زي ما انتوا شايفين معايا كده اهي. خدت لها غلوتين 3 مع التسبيكة بتاعتي. حطيت المية بتاعتي بقدر معين، بقدر صغير، ما بكترش علشان تبقى شاربة من الصوص كله. بعد كده في المرحلة الأخرانية دي، هنا الأول بختبر البامية، بشوف دخلت في السوى لحد فين وعايزة تقعد قد ايه، وما تحاوليش تقلبيها كتير، لأن البامية من الحاجات اللي بتطلع اللزوجة زي القلقاس بالظبط، فما تحاوليش تقلبي كتير في الأكلات اللي زي دي علشان اللزوجة بتاعتها ما تطلعش في الأكل، وتبقى معاكي الصوص بتاعها أو الشوربة بتاعتها بالمنظر الحلو اللي احنا شايفينه ده، ما فيهاش أي لزوجة خالص. والسر بقى اللي بيخلي الطعم خطير لطبق البامية بتاعنا، واللي وعدتكم ان انا هقولكوا عليه، هو زي ما انتوا شايفين كده فلفل اخضر حار او عادي او تشكيلة من الاتنين متقطع ناعم، بنحطه في الغلوة الاخرانية مع توم مفروم ناعم، بنحطه من غير ما نشوحه في الزيت او السمنة، بنحطه زي ما هو كده ني معاكي في المرحلة برضو الاخرانية. بتاخد لها غلوة واحدة او غلوتين ونطفي على البامية بتاعتنا، وبتبقى كده البامية معانا جاهزة للتقديم. بزودها بقى المية اللي انا عايزاها بالقدر اللي انا عايزاه، بس ما بحاولش اكتر المية قوي علشان يبقى طعم الصوص باين معايا وطعمه جميل. المرحلة الاولانية خالص بتاعتنا اللي احنا شوحنا فيها او دبلنا فيها البصل بالتومة، تعتبر دي التقلية بتاعتنا زي ما احنا بنقول. انا بعملها في الاول، ما بعملهاش في الاخر. شايفين الصوص بتاعي ما فيهوش اي لزوجة ازاي؟
ده للناس اللي ما بتحبش اللزوجة بتاعة الحاجات دي زي البامية والقلقاس زي ما احنا قلنا، ما بتقلبيش كتير. حتى لو حطيتي ملح وكده يا دوبك تقلبة تدوبي فيها الملح بتاعك وخلاص على كده، عشان يطلع معاكي احلى طبق بامية هتعمليه. حطيت الملح اهو، بقلب بس تقلبتين بدوبه وخلاص على كده. اسيبها تغلي شوية علشان بس التومة والفلفلة اللي احنا حطيناها يتبالوا مع البامية، وخلاص تبقى البامية معايا جاهزة للتقديم بالشكل ده. ما بحبش يا جماعة في الأكل أكتر المواد الدهنية قوي والتسبيكات الجامدة والتقليات والحاجات دي، علشان يبقى على قدر الإمكان الأكل بتاعنا صحي وجميل. بنقدم بقى البامية معانا بالمنظر ده، بحط جنبها شرايح بصل، شرايح فلفل، أي نوع انت بتحبيه. طبعا الليمون معانا أساسي وضروري. معانا هو الزيتون المخلل اللي احنا كنا عملناه سريع، طبعا ده خلص الحمد لله يعني من زمان. معانا الليمون اللي احنا كنا مخللينه مع الزيتون برضو، اللي هو القشر بتاع الليمون، طعمه في منتهى الجمال وبالذات مع طبق البامية اللي زي ده. ممكن بقى لو كان عندي كمان برنجان كنت حمرت برنجان، وفي اضافات تانية ممكن تعملها كتير جنب البامية، وبألف هنا وشفا. ولو كانت طريقتي عجبتكم وبسيطة معاكم علقولي تعليق حلو، ودعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة، ودعوة حلوة منكم ليا ولأولادي بصلاح الحال. والسلام عليكم.